السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جايبه لكم فيديو جميل جدا جدا. لو عندك كوباية لبن او حليب وكوباية دقيق هتعملي احلى تحلية لأي حد يجيلك ضيوف فجأة. حلويات سهلة جدا جدا يا جماعة، بجد طعم يعني بلح الشام يمكن احلى كمان. وكمان هي مش مكلفة خالص ولا فيها بيض ولا اي حاجة. اول حاجة هحتاج كوباية حليب وكوباية دقيق، وهحط على كوباية الدقيق دي رشة ملح طبعا. وهستخدم مشط نضيف خالص طبعا، ما يكونش سرحتي بيه قبل كده، ولو حتى كنت سرحتي بيه ممكن تغسليه وتعقميه كويس جدا، بحيث ان هو يعني نستخدمه في الاكل. تمام. المشط ده هو السر اللي هيخلي لك الحلويات شكلها تحفة جدا بطريقة سهلة جدا، يعني ما فيهاش اي حاجة. تمام. يبقى كده نفس المقدار بتاع اللبن هو نفس الدقيق. وهستخدم معلقتين من الزيت، هستخدم معلقتين زيت ذرة، زيت دوار شمس، اي زيت يكون عندك. طبعا مش زيت زيتون خالص عشان الطعم. تمام. بعد كده هنبتدي نروح على النار ونشوف هنعمل الوصفة بتاعتنا ازاي. طبعا زي ما قلنا الدقيق قد اللبن بالظبط. دلوقتي عندي طاسة على النار، ولعت عليها. هحط كوباية الحليب بتاعتي لحد كده ايه ما نسيبه يسخن او يغلي، يبتدي هيدخل على غليان. هحط عليه طبعا فانيليا. لو انت عندك فانيليا سايلة هنحط نقطتين او 3. لو انت عندك اللي هي البودر حطي رشة فانيليا، او يعني هي بتدي طعم بس، لكن هي طبعا الموضوع ما فيهوش بيض خالص فما فيش مشكلة، يعني ممكن تستغني عنها، بس هي الاحسن برضو بتدي طعم حلو. او هحط الاول الزيت. تمام. معلقتين من الزيت زي ما اتفقنا. انا يا جماعه ركبت الصوت دلوقتي، يعني انا مركبه الصوت، فممكن تلاقوني متاخره سنه عن الفيديو او مقدمه سنه، لان ابني طبعا كان عمال يعيط ويصوت، فانا لغيت الصوت خالص، فعامله لكم صوت مركباه يعني. هحط نقطتين من او 3 نقط من الفانيليا. تمام. وهسيبه بقى لحد ما اللبن يبتدي يدخل على غليان زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ده بعد شويه هطفي النار واحط الدقيق، يعني اول ما هحط الدقيق هطفي النار على طول. تمام. هبتدي احط الدقيق بالتدريج. طبعا الطاسه انا استخدمت طاسه مش كبيره للاسف، بس هو الاحسن انت تستخدمي الطاسه اكبر من كده، يعني انا كنت حطيت خلاص فقلت مش مشكله يعني بدل ما انقل تاني. وكده كده هنبتدي نلمها، والاحسن ان انت تشيليها من على البوتاجاز وتبتدي بقى ايه تقلبيهم في بعض. ده يبقى احسن ليكي علشان تقدري تملكي. هندخل الدقيق في اللبن كويس جدا جدا لحد ما يعمل عجينة، هيعملها بسهولة قوي. يعني الموضوع ده يمكن احسن كتير وسهل جدا جدا. كفاية ان هو من غير بيض، وهيديكي طعم يعني قريب جدا من بلح الشام، ويمكن احسن كمان لانه مفيهوش بيض ولا زفارة. وسهل، يعني انا دايما ببقى عايزة اعمل بلح الشام لاني بحبه، بس الخطوات بتاعته مش سهلة. فده سهل جدا، ولا هتحتاجي بقى قمع اللي هو كيس الحلويات الحلواني ده ولا اي حاجة خالص. هبتدي بقى اقلبه مع بعضه كده. وهنلم العجينة، طبعا هي لسه سخنة، فانا ايه مش هحط ايدي دلوقتي، انا هلمه بس شوية كده حتى الحرارة النار تكون طلعت منها اللي هي السخونة. بعد كده هبتدي استخدم ايدي، وهو في ثانية بتتلم معايا. زي ما احنا شفنا كده، مجرد بس اللي انا قلبتها شوية اتلمت، بقت زي الفل اهي وطرية جدا. عجينة بجد وهمية، ريحتها حلوة قوي يا جماعة. اللبن مع او الحليب مع الدقيق عامل ريحة حلوة، يعني تحس كده ان انت كأنك عاملة مهلبية يعني. بجد لما تجربوها هتلاقوها يعني تحفة. على فكرة الحلويات دي اصلها تركي، وفي فيديوهات كتير اتعملت بنفس الطريقة، بس اسمها حلويات المشط. حلويات المشط دي تركية اصلا في الاصل. وهتلاقوا الفيديوهات مالية الدنيا، عشان ما فيش حد بس يدخل يقولي الوصفة وصفتي والكلام ده. يعني الوصفة دي مش جديدة، الوصفة دي قديمة وناس كتير عاملينها قبل كده، ومعظمهم يعني اصلا مش مصريين. دلوقتي البتاع عندي اللي هو العجينة سايباها كده لما تبرد شوية. انا ركنتها اصلا شوية، يعني بتاع مثلا ربع ساعة او نص ساعة كده ترتاح. والشربات دوت انا عملته، هسيب لكم في الاخر في دقيقة طريقته بكل سهولة. عملت كده طبعا صوابع هعملها، ونصيحتي ليكم ما تكبروش الصوابع علشان تكون حجمها صغير، ولما تيجي تتقلي تبقى كويسة كده وهشة يعني اكتر. اعملي صوابع صغيرة بس تكون نفس الحجم كده مفرودة. تمام. عشان لسه هنفردها على المشط بتاعنا. واخلص بقى الكمية كلها وارجع معاكم تاني. طبعا دهنت بس المشط زيت، ودي بتبقى اول مرة بس، مش شرط تديني بعد كده دهنة بسيطة كده جدا من الزيت.
وفردته زي ما احنا شايفين، وابتدي بقى الم كده من الجناب بالراحه. طبعا ما تدخليش قوي في المشط علشان ما يدخلش في السنون بتاعته، ما تعرفش تطلعي العجينه. طبعا دهنه الزيت دي هي اللي تخليه ما يلزقش. وبعد ما بعملها كده ببتدي اتنيها. تمام. واقفل عليها كويس من الحته دي لانها ممكن تفتح منك وانت بتقليه. تمام. نبتدي نعمل كمان واحده اهو. طبعا الحجم ده حلو جدا، جربي الحجم ده هيعجبك احسن حجم. وهنبتدي برضو نلم الاطراف من الجوانب ونلمها على بعض. عايزه تسيبيها، في ناس بيسيبوها كده زي صوابع كده، لكن اللفه بتاعتها دي جميله جدا. ماشي. خلاص كده. الكميه بتاعتي دي على فكره عملت لي 23 واحده. عارفين 23 واحده من كوبايه لبن وكوبايه دقيق، فحاجه جميله جدا. يعني لما يجيلك ضيوف بجد وحاجه مستعجله كده تقدمها لهم مع شاي، مع شاي بلبن، مع نسكافيه، حاجه جميله قوي. هنروح دلوقتي على النار نغليها نقليها. طبعا زيت اهو، زيت غزير يعني مش زيت قليل. انا حوالي نص ازازه زيت، او يعني مليت نص الطاسه. والزيت اول ما يسخن قوي تسمعي صوت تبداي نزليه. طبعا انا لما هنزل في الطاسه هنزل نص الكميه علشان طبعا مش هتكفي الكميه كلها، فهنزل اول جزء منها. جربوها بجد هتعجبكم جدا. انا ما كنتش متخيله قد ايه ان هي حلوه كده بصراحه يعني. دلوقتي انا هسيبها شويه طبعا. وبس تتابعيها لانها ممكن تتلهف منك بسرعه جدا. يعني انا ابني كان واقف على دماغي طبعا، فحاسه كده ان لونها غمق سنه، مش كلها يعني، بعض الوحدات. بس فخلي بالك عشان الحاجات دي في ثواني، يعني ممكن بعد كده توطي النار عليها شويه. طبعا هقلبها كده على الناحيه التانية شويه. في واحده فتحت اهي، ما كنتش مقفلاها كويس. معلش بقى انا قلبتهم كلهم اهو. هسيبها بقى شوية. على فكرة اللون الأحمر ده كان حاجة في البداية كده يعني مش أساسي، لسه شوية وهنقلبه تاني على الناحية التانية عشان ياخد لون من كل الجوانب. اهي يا جماعة قلبتها على الناحية دي والناحية التانية كمان، يعني أنا خلاص قربت أطلع أول شوية. طبعا الشربات تكوني عاملاه من قبلها ويكون بارد. أنا عاملة كوباية وكوباية يعني مش كتير، مش شربات يا دوب. على فكرة هو هيفيد منه كمان لأن الحاجات دي ما بتشربش شربات، انت يا دوب بتحطها فيه او السيرب او الشربات يعني، وتقلبيه بس وتطلعيه على طول، ما بتسيبهاش فيه فتره عشان ما تطراش قوي. وبتبقى مقرمشه وجميله جدا. هبتدي بقى اطلع اللي يطلع ده واحطه في الشربات على طول. وقلبيه بس تقلبتين كده، مجرد ان هو يتقلب كويس بعد كده هتطلعيه من الشربات. اول واحده بس معلش دي معوجه شويه، الباقي كله حلو. تمام. اهو. هو عموما كده خلاص. انا بس معلش تقريبا الحته دي اتعادت مرتين، فمعلش هو كده كده الموضوع كله ان انا هطلعه واحطه في الشربات لما اقلبه واشيله من الشربات، وكده الحلويات بتاعتي هتكون جاهزه. ده شكلها. فمعلش لو الحته الاخيره دي جت مرتين انا اسفه جدا والله، غير مقصوده يعني. ده شكلها بصوا جميله جدا جدا. واللي هتعملها له ما يفكروك شاريها من بره بجد، وهيسالوك عن الطريقه. ودي لو ما حصلش يبقى تعالي اساليني. كده خلاص شكلها حلو جدا جدا. دي طبعا اول كمية وكلنا منها كمان انا وعمر. عايزة اقول لكم عجبته جدا. انا ابني بيحب الحلويات ونفسه يعيش عليها بس. فاكلنا منها. ودي برضو اللي لونها عمل شوية يعني. الكمية كلها طبعا هتشوفوها في الصورة الخارجية للفيديو. وده طبعا طريقة الشربات السهلة جدا. هتجيبي اي حاجة تعملي فيها، هتحطي فيها كوباية سكر. تمام. انا عايزه الشربات يكون مش تقيل قوي ومش خفيف يعني، فهحط كوبايه كده الا شويه من السكر. من سوري الميه، يعني هقلل ربع كوبايه الا ربع ميه. يبقى قللناها ربع عن السكر. تمام. وهنحط برضو كام نقطه فانيليا كده عشان طبعا الشربات بالفانيليا بيبقى حلو جدا. بس وبعد كده هحطه على النار وهقلبه شويه طبعا.
او يعني سيبيه براحته. بعد كده اول ما يبتدي كده يسخن ويبتدي يدوب السكر في الميه، هحط نص ليمونه او عصره ليمون كفايه. لو كميه صغيره بلاش تزودي ليمون. يعني أنا الليمون اللي عندي كبير فحطيت ايه، طرف كده، قصيت الطرف بتاع الليمون، مش نص كامل يعني، عشان برضو ما يبقاش طعمه باين قوي. ماشي. وهتسيبيها بقى مع بعضها كده ايه لحد ما الشربات يبقى تمام معاكي. وطبعا هتسيبيه يبرد قبل الوصفة. لو عجبكم بقى الفيديو يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم جدا جدا، وياريت لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. مع السلامة.